واش عارف انه ممكن شي نهار تعرض الاعتقال بسبب مبلغ مالي دفعتيه في الحساب البنكي ديالك؟ بقى معنا على صفحة اجد في مالبنك باش تعرف شنو هي الاجراءات القانونية الخطيرة اللي غطيح فيها في حالة مشيتي تفيرسي الفلوس في الحساب وصدمك الموظف البنكي باللي كاينه ورقة ديال 50 او 100 درهم مزورة بالاوراق المالية. كلنا كنعرفوا كيفاش نفرقوا بين الفلوس الاصلية والمزورة، وفي حالة ما كنتيش كتعرف كيفاش بقى معنا حتى لنهاية الفيديو باش نوريك 4 طرق بسيطة. ولو أن الأغلبية كيعرف كيفاش يكتشف الفلوس المزورة، إلا أنه تيكون صعيب في المبالغ الكبيرة تقلب ورقة بورقة، وفي بعض الأحيان حتى في المبالغ الصغيرة إلا كانت الورقة المزورة متقونة ومخدومة مزيان وما كتعرف بلي راك فعلا خديتي ورقة مزورة حتى كتمشي للبنك باش تدفعها في الحساب البنكي ديالك. وبحكم أن الأبناء كتوفر على آلات حاسبة قادرة على كشف الأوراق المزورة، فأنت كزبون كتوقع في مأزق عويص ملي كيصدمك الموظف البنكي باللي لقى في الفلوس اللي عطيتيه هو ورقة مزورة. الإجراءات القانونية اللي لابد يقوم بها الموظف البنكي هي كالتالي: أولا كيقوم بإخبار الزبون ومدير الوكالة باللي لقى ورقة مزورة، من بعد كيدفع المبلغ الكلي في حساب الزبون، ثم كيجري عملية داخلية اللي عن طريقها كيسحب المبلغ المزور من حساب الزبون مثلا 200 درهم باش يقوم بإرسالها لبنك المغرب بشكل منفصل مرفقة مع تقرير فيه جميع معلومات الزبون ومبلغ الورقة المزورة والرقم التسلسلي ديالها. هذا التقرير كيف ما قلت سابقا كتمشي منه نسخة لبنك المغرب مرفقة مع الورقة النقدية المزورة، ونسخة أخرى كتمشي لمصلحة الشرطة أو الدرك اللي من الضروري يستدعي الزبون باش يعرف منين حصل على هذه الورقة النقدية، ويتبعوا كاع الأشخاص اللي دازت من يديهم باش في الأخير يتوصلوا بالمزور الرئيسي اللي كينتج هذه الأوراق. هذه الإجراءات كاملة فيها تجرجير ومتاعب كبيرة لدرجة الحضور في المحاكم وصدور أحكام مشددة في حالة ثبوت تورط الزبون في هذه العملية. وكيف ما قلت لكم في بداية الفيديو غنعطيكم طرق التأكد من صحة الأوراق المالية. وكيف العادة إذا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه لتعم الفائدة. تحياتي.